يعيش اليمنيون اليوم في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية جراء الحرب التي طال أمدها، والتي تسببت في معاناة كبيرة للشعب اليمني، خاصة في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ويصبح البرد القارس عائقا أمام حياة الناس في اليمن، خاصة الأطفال الذين يعانون من صعوبة بالغة في التغلب على البرد الذي يضاعف من معاناتهم، حيث يكونون الأكثر عرضة للأمراض والظروف القاسية. وفي ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة، ظهر فاعلي الخير كملهمين ومساهمين فعالين في مساعدة المتضررين والمحتاجين في اليمن. مشروعهم الإنساني دفء الشتاء يعكس روح الرحمة والعطاء والإنسانية. يستهدف مشروع دفء الشتاء توفير الحماية والدفء للأسر الفقيرة والمحتاجة في اليمن من خلال توزيع الملابس الشتوية للأطفال، حيث تم استهداف المناطق النائية والمهمشة التي تعاني من نقص الموارد والدعم. فنعيمها باق وليس بفاق. تم استهداف هؤلاء الأطفال جميعا بكسوة دفء الشتاء، وهي عبارة عن جاكيت من أحسن الأنواع. فباسمي وباسمهم أقول لفاعلي الخير جزاكم الله خير الجزاء، وكتب الله أجركم وشكر الله سعيكم. أسعدتموهم وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. توزيع هذه الجاكيتات الطيبة المباركة، هذه الكسوة المباركة من فاعلي الخير، هؤلاء القوم الذين لمسنا منهم عطاء وفيرا وخيرا عميما شمل أنواع الخير في مجالات متعددة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسكم ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمتموه حجابا لكم من النار. مسحتم هم كثير من الآباء والأمهات الذين يعانون من الفقر وشدة البرد في كسوة أبنائهم هذه الجاكيتات التي تقيهم برودة الشتاء خصوصا، وكثيرا منهم يذهبون إلى المدارس في الصباح ويحتاجون إلى مثل هذه الألبسة التي تقيهم شدة البرودة. فجزاكم الله خيرا. تروي قصص النجاح والتأثير الإيجابي لمشروع دفء الشتاء حكاية الأمل والتغيير في حياة الناس. وفي الختام، يتجلى مشروع دفء الشتاء كرمز للأمل والرحمة في اليمن، حيث ساهم فاعل الخير في توفير الدفء والراحة للمتضررين والمحتاجين في أوقات الشتاء القاسية. جزى الله خيرا كل من ساهم ودعم في هذا المشروع الخيري خير الجزاء، وبارك فيهم وبجهودهم. جنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخوان.